بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الانفجارات التي هزت المواقع العسكرية الإيرانية، المصانع الحربية الإيرانية، مصنع الطائرات المسيرة الإيراني، واشتعلت النيران في كل مكان، وخاصة في مصنع الطائرات في مدينة أصفهان. ويبدو أن هذا هو رد على مشاركة إيران في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن إيران بترسل طائرات مسيرة لروسيا بتستخدمها في قصف كييف، فأوكرانيا ردت، أو يعني ممكن بريطانيا، ممكن أمريكا، ممكن إسرائيل، ردوا وقصفوا مصنع الطائرات الإيرانية المسيرة. تعالوا نبدأ ونرى. هنا مبنى تابع لوزارة الدفاع الإيرانية هو يتعرض للقصف بطائرة مسيرة. تعالوا نشاهد. یه پهپاد بود درسته؟ یه پهپاده. أيضا جرى قصف منشآت النفط الإيرانية. تعالوا نشاهد. كما شملت الغارات قصف أهداف استراتيجية إيرانية أخرى. تعالوا نشاهد. وعدد المصانع العسكرية الإيرانية والمنشآت الحربية والاستراتيجية التي تعرضت للهجوم تتجاوز 10 منشآت في العديد من المدن، منها مدينة خوي الإيرانية، مدينة تبريز، منشآت النفط في تبريز، مدينة رشت الإيرانية في مدينة طهران، القاعدة الجوية في مدينة همدان، أيضا مصنع في مدينة أذات شهر، مصنع الطائرات المسيرة في مدينة أصفهان. هناك العديد من الفرضيات من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة. أحد الفرضيات أنها جاءت من شمال العراق، لأنه كما نعلم أنه إسرائيل متحالفة مع المنظومة الحاكمة في شمال العراق، فربما تكون هذه الطائرات هجمت منها. يرجح هذه الفرضية أن هي العراق هي الأقرب إلى مدينة أصفهان، لكن هناك فرضية أخرى تقول أن الطائرات انطلقت من أذربيجان وقامت بقصف هذه المدن الإيرانية. فهل هذا سيؤدي إلى إشعال حرب بين أذربيجان وبين إيران؟ إذا كان القرار قرار إيراني بحت فإيران لا تجرؤ على هذا. إيران أجبن من أن تفعل هذا، لأنها تعلم أن تركيا ستدخل والطائرات التركية سوف تقوم بتدمير الجيش الإيراني، وإيران تدرك هشاشة جيشها، لأن إيران هزمت في سوريا واستعانت بالأمريكان واستعانت بالروس، ثم إيران هزمت من قبل في العراق واستعانت بالطائرات الأمريكية، وإيران تخشى أصلا أي حرب مع أفغانستان ضد حركة طالبان، لأنها تعلم أن الجيش الإيراني جيش هش. لكن إذا جرى اتفاق إيراني أمريكي، يعني ممكن يحدث اتفاق إيراني أمريكي لإعلان حرب على أذربيجان، وأمريكا توفر الدعم والطيران لإيران، بحيث يكون طبعا تركيا فيها انتخابات. فإذا قدرت أمريكا، يعني حصل تقدير موقف في أمريكا أنه يجري افتعال مشكلة أو حرب قبل هذه الانتخابات، ربما هذه إيران في هذه الحالة تعمل كحشو بنادق للأمريكان. وإحنا قلنا أن النظام الإيراني بيلعب دور كلب الصيد للأمريكان، يعني أمريكا تريد طرد المسلمين السنة من العراق فتطلق إيران، تريد طرد المسلمين السنة من سوريا تطلق إيران، وبعد أن إيران تطرد المسلمين السنة وتقتلهم وتفجرهم، أمريكا تطردها خارجا وتقول لها خلاص. أمريكا عاوزة تطرد المسلمين من مناطق ناجورنو كاراباخ إلى آخره، تطلق إيران وتتحالف مع أرمينيا. فهمنا اللعبة؟ الأقرب هو الانفجار الذي شهدته مدينة خوي الإيرانية، وبعدها حدث زلزال. البعض يقول بقى كانت قنبلة نووية، مواد نووية، الله أعلم. تعالوا نشاهد. هنا مدينة خوي الإيرانية التي حدث فيها الزلزال، وهنا حضراتكم في قناة إيران انترناشونال،
وصل عدد القتلى في زلزال خوي إلى 3 أشخاص وأكثر من 800 جريح وتدمير 370 منزلا. يعني نحن أمام زلزال قوي دمر 370 منزل. فهل هو زلزال؟ هل هو انفجار؟ يعني هل هو انفجار مثل انفجار ميناء بيروت فأدى إلى هذا؟ سوف يتضح. يعني ما الذي حدث في مدينة خوي لدرجة احنا شاهدنا المبنى اللي الكاميرا كانت بتصور عليه، الكاميرا مثبتة على المبنى، المبنى نفسه الجدار بقى بيتحرك. وفي تفاصيل الخبر انه تم اغلاق المدارس في جميع الصفوف في مدن خوي وسلماس وشيباري وسرادشت. وهنا انفجارات ايضا في منشأة استراتيجية ايرانية في مدينة تبريز. وتظهر بعض الفيديوهات الدفاع الجوي الإيراني وهو عاجز عن التصدي للطائرات المسيرة. وإذا كانوا أسقطوا طائرات مسيرة يورونا أثرها. احنا عاوزين نشوف أثار هذه الطائرات ومن صنعها، صناعة أوكرانية، صناعة روسية، صناعة إسرائيلية، صناعة من؟ تعالوا نشاهد. أما وزارة الدفاع الإيرانية فاعترفت بالهجوم ولكن قالت أنه فشل. هنا في وكالة تسنيم الإيرانية الحكومية قالت العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية أنه حدث هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورش، يعني مصنع حربي يعني تابع لوزارة الدفاع، وتمكنت وسائط الدفاع الجوي للمجمع الحربي من إصابة إحدى الطائرات وانفجرت الطائرتان الأخريان. يعني 3 طائرات على المصنع، طائرات بدون طيار وفقا لبيان وزارة الدفاع الإيرانية. أسقطوا طائرة وانفجرت طائرتين، يعني طائرتين إيه؟ ولعوا النار في المصنع يعني. وأضاف البيان أنه لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح، بينما تعرضت سقف أحد الورش لأضرار طفيفة، ولم يتسبب الهجوم في خلل بمعدات ومهام المجمع. وتعالوا نشاهد آثار الهجوم على أحد مخازن الذخيرة. أيضا الهجمات على منشآت إيرانية أخرى أدت إلى انفجارات في أماكن أخرى. تعالوا نشاهد. وأيضا يظهر مقطع فيديو ما تعرضت له مدينة رشت الإيرانية. ختاما، من نفذ هذا الهجوم؟ أعتقد أن إسرائيل هي من نفذته، لأن إسرائيل تمتلك طائرات مسيرة. تركيا تمتلك طائرات مسيرة، لكن تركيا لا يمكن تدخل نفسها في هذه المشاكل. ولماذا أصلا تدخل في مشكلة مع إيران وهي من مصلحتها أن تبقى علاقتها مع إيران جيدة؟ الجيران الأعداء الأصدقاء بحكم الجيرة يعني. فإسرائيل هي التي يمكنها أن تفعل هذا، تمتلك المقومات، ممكن بدعم أمريكي، بتوجيه أمريكي، بأقمار صناعية أمريكية إلى آخره. أمريكا في الغالب لا تحب أن تكون هي الموجودة على المسرح. يعني أمريكا تكلف دائما صبيانها، تكلف أحد عملائها مرتزقاتها إسرائيل، تكلفهم هو بأن يقوموا بمثل هذه الأدوار، فتقوم إسرائيل بتنفيذها. طيب أمريكا لماذا فعلت هذا؟ أعتقد بسبب أن إيران بتمد روسيا بالذخائر للمدافع للدبابات إلى آخره. ولا ننسى أنه الجيش الإيراني كمية كبيرة جدا منه تسليح روسي، والجيش الروسي سوف يشن خلال الأيام المقبلة هجوم ضخم جدا على أوكرانيا من كل الجبهات، لأنه التعبئة اكتملت نحو 300,000 جندي. روسيا تحتاج إلى ذخائر وتحتاج إلى
معدات للقصف إلى آخره، وهذه موجودة في إيران. ولذلك هنجد أن القصف استهدف مخازن الذخيرة والأسلحة، وربما تكون هذه أسلحة روسية أو أسلحة يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي. وأيضا القصف استهدف مصانع الطائرات بدون طيار الإيرانية. أيا مكان سوف نرى ماذا سيحدث. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب فضائح الباطنية للإمام أبي حامد الغزالي، بيتحدث عما فعله الشيعة القدامى بالعالم الإسلامي، فرقة الحشاشين، بني بويه، القرامطة، إلى أن تمكنوا في النهاية من تدمير، طبعا دمروا الدولة العباسية وادعوا أنهم أحفاد الرسول وأنهم من أهل بيت الرسول. والدولة العباسية كانت بتصدر بيانات أن هم شخصيات يهودية تنتحل النسب لقبيلة قريش وللرسول صلى الله عليه وسلم. أيا ما كان، حتى جاء المسلمين السلاجقة اللي هم المسلمين الأتراك يعني، وقاموا بإنقاذ الخلافة العباسية وإنقاذ العالم الإسلامي. هم أكمل تلميذهم صلاح الدين الأيوبي والمسلمين الأكراد هدم الدولة الفاطمية في مصر. لكن الآن إيران تقوم بنفس الدور، يعني إيران فعلت نفس الدور في العراق، في سوريا، في اليمن، في لبنان، والنشاط الإيراني مستمر في السعودية، في قطر، في الكويت، في الخليج. ووفقا لهذا الكتاب فضائح الباطنية يتحدث أن التشيع يبدأ من الاستراتيجية يعني التي تتبعها إيران في الماضي وفي الحاضر، هو لعن بني أمية، لعن سيدنا يزيد، لعن الحجاج. فانتبهوا أن هذه ليست مسائل تاريخية. ذبح 2 مليون مسلم في العراق بسبب هذه المسائل، وذبح 2 مليون مسلم في سوريا بسبب هذه المسائل، وهجر 10 مليون مسلم سوري بسبب هذه المسائل. رغم أنه المسلمين السوريين والمسلمين العراقيين كما كل المسلمين للأسف الجهل المتفشي بيننا يلعنون الحجاج ويلعنون سيدنا يزيد ويكرهون سيدنا معاوية، وفي النهاية لم ترحمكم إيران بسبب موقفكم. جاملتم إيران في الحقيقة وفي التاريخ وفي الدين، لكن إيران لم تقبل منكم وقتلتكم وذبحتكم. فانتبهوا، فلا بد أن نقول الحقيقة. فالحقيقة هي رحم الله الدولة الأموية ورضي الله عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان، هذا الفارس الشجاع الزاهد العابد المظلوم، سأخصص له حلقة. وسيدنا الحجاج صاحب الفتوحات في باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، والذي قام بوضع النقط والتشكيل القرآني الكريم. وسيدنا يزيد بن معاوية المظلوم الفاتح الإسلامي العظيم. أرجو الاستماع إلى الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.